¿Cómo estás, Nicky? كيف حالك يا نيكي؟ لقد قمت بالكثير من أجلنا بالفعل. شكرا جزيلا لك. في المرة القادمة المهمة سوف تصبح أكبر. أجل. فليك. كسبنا، انتصرنا. الفوز ده كان مهم لأسباب كتير جدا جدا جدا. أولهم الضغوط اللي كنت بتعرض لها هنا في ميري وملكي. لو لا قدر الله كان حصل أي نتيجة غير المكسب، البرنامج ده كان مهدد بنهايته قبل حتى ما يبدأ. ولكن الحمد لله كسبنا. عندي كلام كتير قوي عايز اقوله عن المكسب ده. مش عارف ابدا منين بصراحه، لانه ممكن ابدا من قبل الماتش وتصريحات قبل الماتش واستفزازات قبل الماتش، ممكن ابدا بالكلام اللي بيتقال بعد الماتش واللي بيحصل بعد الماتش. بس انا بصراحه مش عايز اعمل ده، انا عايز ابدا بالماتش نفسه. انا عايز ابدا بالتشكيله و... وعايز اقول ان تشابي اختار انسب تشكيله للماتش. اول ما الماتش بدا حسيت بحاجتين مهمين جدا. حسيت ان ريال مدريد عايز يكسب الماتش، وحسيت ان اللعيبه عندهم ثقه في نفسهم. وممكن يكون الحاجتين على فكره ظهروا من حاجه واحده. في اول 10 دقائق لعيبه ريال مدريد كان باين عليهم الحده، كان باين عليهم ان هم عايزين ينافسوا. انا عايز الماتش ده، ودي حاجه انا كان بقالي كتير بجد ما بشوفهاش في لعيبه ريال مدريد. بقالنا فتره المستوى بتاعنا في الماتشات الكبيره بيبقى مخيب للامال بطريقه تضايق. حتى لو بنكسب بالمناسبه، يعني في ماتشات كتيره احنا كسبنا فيها، بس كنت انت بتبقى طالع متضايق من الاداء. انت وما كناش بنتكلم في اداء بالمناسبه، لانك طالما حققت المكسب، انا من الجمهور اللي شايف ان انت طالما حققت المكسب انت تمام، انت عملت اللي عليك. بس لا، بس ده مش صح في كل الاحوال. وعشان كده النهارده انا كنت حاسس انه لا، احنا عايزين نعمل حاجه. في اول الماتش كنت حاسس انه احنا مستنيين غلطه او احنا بنلعب على غلطه. ودي حاجه كانت مفاجاه جدا بالنسبه لي، انه بعد تلت ساعه تبقى عملت ثلاث غلطات كانت ممكن يوصلوا لهاتريك. يعني انت متخيل مبابي اول ثلث ساعه كان ممكن تبقى كسبان 3-0، مبابي مسجل هاتريك. بس الحظ بشكل او باخر لعب انه لا، احنا نبقى 1-0 بس، ودي حاجه غريبه جدا. اول انطباع عن ده كانت انه هو تشافي ازاي جاي له قلب قوي انه يلعب على توقع الغلطه. بس بمرور الوقت في الماتش بتكتشف انه لا، هو حضر ده، هو مش مستني الغلطه، هو كان بيلعب على غلطات معينه متكرره في دفاع برشلونه من اول الموسم، عارف ان هي بالتالي هتحصل في الماتش ده، فهو مستني يستغلها. ودي كانت مفاجاه ليا جدا. كمان تشابي بمنتهى الامانه كان قافل على كل مفتاح لعب برشلونه. يا جماعه انا ما شفتش برشلونه بيلعبوا النهارده، انا ما شفتش خطوره. اللي اتفرج على الاربع ماتشات بتوع برشلونه السنه اللي فاتت، هو عارف الفريق ده قادر يعمل ايه، وعارف فرقه فليك دي عامله ازاي، وعارف اساليب اللعب بتاعت فليك والافكار بتاعت فليك موجوده ما بتخلصش ازاي. ففكره انه تشابي يقدر في اول كلاسيكو ليه انه يغطي او يقفل على كل مفاتيح اللعبه دي كلها، دي بجد حاجه مش سهله، بجد حاجه تستحق ان احنا نقف ونسقف له ونحييه. حتى لو عندنا مشاكل مع تشابي، حتى لو بعض الجمهور اللي انا مش منهم تماما بيهاجموا تشابي وشايفين ان هو مش مناسب، وشايفين انه طب يا جماعه ما كنا جبنا يورجن كلوب، يا جماعه طب ما كنا جبنا مش عارف مين. انا شايف ان تشابي هو الشخص المناسب، وانا كنت مستني تشابي يجي. اي نعم هو لسه ما بينش امارات لده، ولسه ما ظهرش منه هو ده مدرب ريال مدريد. ولكن لا، ماتش النهارده يطمن، ماتش النهارده يخليك متفائل انه انت معاك مدرب على الاقل قادر انه يطلع منه حاجه او تقدر تستنى منه حاجه. انا مبسوط ومرتاح وواثق في تشابي، واتمنى ان الجمهور يهدى عليه شويه. كنت بشوف اراء غريبه جدا، يعني انه تشابي لو خسر النهارده خلاص يلم هدومه ويمشي وهو مش مدرب ريال مدريد واحنا محتاجين مدرب اكبر. يا جماعه لا، يا جماعه يا جماعه لا، لا طبعا. احنا من الاول عارفين انه آه، انت كتشابي جاي تغير الشكل بتاع ريال مدريد تماما. انت جاي بتبني جيل جديد، بتبني فرقه جديده. احنا عشنا 4 سنين مع كارلو انشيلوتي، احنا ما كانش في فرقه.
انت ما كانش فيه دي ان ايه للفرقه. انت فرقتك كانت معتمده على الهرجله، على العشوائيه، على طريقه لعب فرديه تماما. اللي بيعرف يعمل حاجه ينزل يعملها، ده كلام حلو جدا. بس في الكوره بتاعت زمان، الكوره بتاعت دلوقتي التكتيك فيها والفنيات واخده جزء كبير جدا جدا جدا. انه اصغر تفاصيل اللعبه الكوتش لازم يبقى مركز فيها. مع الناس دلوقتي بتجيب مدرب للمهاجم، مدرب للمدافع، مدرب للكور الثابته، مدرب ل شوف، في شوطه بوش الرجل احنا هنجيب لها مدرب يعمل. احنا كنا بنلعب بقوه صداقه. احنا مستر كارلو انشيلوتي كان بجد هي الخطه بتاعت يا جماعه اللي بيعرف يعمل حاجه هيعرف يعملها. انت احسن لاعب في العالم، انت تقدر، انت مفيش زيك، انا معتمد عليك، انا واثق فيك، انت اللي هتكسبنا النهارده. خطه كابتن محمود كهربا دي مش تنفع، برغم ان هي كانت شغاله، كانت ماشيه وجابت لنا 2 تشامبيونز ليج، بس محت دي ان ايه الفرقه. فتشابي جاي بيبني دي ان ايه جديد للفرقه، فما ينفعش انك تقول لا انت خسرت ماتش انت تمشي، تروح تمشي تاني. هنا انا مش بدافع عن تشابي ومش بهاجم كارلو، بس الفكره كلها انه الجمهور محتاج يبقى اذكى من كده وانضج من كده، ويدي فرصه. مش هقول مشروع بقى ونستنى 5 سنين ونبني من تحت وهات المقاول بتاع ارسنال يعني الحاجات دي لا. بس اللي انا بقوله انه كده كده ريال مدريد لازم ياخد بطولات السنه دي، ده دليل اثبات انه انت قادر تجيب بطولات، فهتكمل المشروع بتاعك. بس على الاقل انه ما نحكمش على اول شهر من الموسم، يعني نسيب الراجل يشتغل شويه، بعدين نبتدي نحكم، بعدين نبتدي نتكلم، بعدين طب نشوف بقى القصه فيها ايه. فاعتقد ان الماتش ده هيدي المساحه لده، هيدي المساحه انه ناخد نفسنا شويه. بابي يا جماعه، اقسم بالله انا كان وحشني احساس انه يبقى عندك اللاعب اللي كل ماتش بيعمل الواو افكت، اللاعب السوبر اللي كل ماتش وعنده حاجه جديده يقدمها لك، اللاعب اللي انت بتبقى داخل الماتشات الكبيره وانت مطمن مرتاح انا عندي فلان. انا كان بقالي كتير وحشني اللاعب ده. انا مقتنع ان فينيسيوس لاعب كبير جدا، وانا بحب فينيسيوس جدا، وفينيسيوس شالنا في اوقات كتير جدا وكان بيقدم ادوار كبيره جدا لريال مدريد. بس مبابي في حاجه مختلفه. مبابي اللاعب اللي لو مستواه وحش النهارده فهو مستواه وحش عشان سبب وهيعوض ده. فينيسيوس ممكن يبقى كارف، يعني انا نازل النهارده كارف، انا نازل ملعب مش في دماغي. مبابي عمرك ما هتلاقيه الشخص ده، بعيدا عن ضربه الجزاء اللي ضيعها والقصه دي. يعني مبابي لو كمل بالمستوى اللي هو ماشي بيه ده ما شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله، الله اكبر الله اكبر، لو فضل مكمل بالمستوى اللي هو مكمل بيه ده، مبابي بالون دور السنه دي مرتاح يعني ان شاء الله، ما فيهاش كلام. انا مبسوط بمبابي. عادي مش قدام ضربه الجزاء، مع ان هي حاجه غريبه فشخ يا اسطى، يعني بقى لنا 39 سنه ما ضيعناش ضربه جزاء في الكلاسيكو. في ناس اتولدت وعاشت حياه كامله وربنا افتكرها وما شافتش ريال مدريد بيضيع ضربه جزاء، فانت تيجي تضيع النهارده. بس تمام يعني هعديها لك. اعتقد انه اكتر واحد يعني المفروض يبقى فرحان بمبابي هو بيريز. انه الراجل ده بجد هو فضل شايف انا عايز ده، وفضل مقتنع ان انا هستناه سنة 2 10، بس وانس ان هو لما هيجي هو اللي هيغير كل حاجة. ف اعتقد ان ده كان رهان كبير قوي من بيريز وكسبه، وغيرت عشان مبادئ النادي، وقطار ريال مدريد وقف مرتين ثلاثة يعني، بس مش دي قصتنا. بس بصراحة شابوه بيريز، انت كسبت الرهان يعني بمنتهى الأمان. بمناسبة ضربة الجزاء برضو أنا حابب أشيد جدا بتشيزني بمنتهى الأمانة. يعني تشيزني حارس كبير يا جماعة، كلنا عارفين تكنيك مبابي في ضربات الجزاء، كلنا عارفين هو غالبا بيشوط فين، بس مش أي حارس يعرف يصدها. ف فدي اشاده مستحقه بمنتهى الامانه. منتهى الامانه برضو لولا تشيزني يعني ورعونه مهاجمين ريال مدريد والاوفسايدات وحاجات كتير، الماتش ده كان هيخلص سكور كبير جدا. بس تشيزني يستاهل جزء كبير جدا من التحيه انه الماتش ما خلصش بسكور. بلينجهام، شفت لما بتلعب السهل يا اسطى وشك بينور ازاي؟ شفت جون واسيست وانت سايب ايدك. بالمناسبه هو لسه ما جابش، يعني لسه ما جابش مستواه، لسه ما جابش فورمه، بس فكره انه انت عندك لاعب بالتاثير ده، وعندك لاعب قادر انه بمنتهى السهوله يجيب
اجوان وبمنتهى السهوله يعمل اسيستات. بالمناسبه الكره اللي جه منها الهدف الثاني النهارده هي كره ميته، كره ميته بكل المقاييس. بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه فينيسيوس لعبها في توقيت مثالي، رفع الكره عرضيه راحت لميليتاو اللي قدر ينزلها لبلينجهام. بلينجهام فينش جون. جون سهل بسيط، الدنيا لذيذه حلوه. بس هو ايه اللي جاب بلينجهام في المكان ده؟ الناس بتستسهل وبتقعد تقول شوف بقى اللاعب اللي بيسجل المقشرات. بص بالونه، ده بالونه عشان بيسجل الاهداف دي. بس لو فكرت فيها، فكرت في كوره ماتش يوفنتوس، يعني انت عندك ماتشين، ماتش يوفنتوس ماتش برشلونه، ماتشين قمه، ماتشين ديربي في اوروبا، كلاسيكو الارض كلاسيكو العالم. آه خلصوا او اتحسموا بجونين لنفس اللاعب بنفس الطريقه، طريقه المقشرات، طريقه انه الجون فاضي. ايه اللي خلى الجون فاضي او ايه اللي خلى اللعبه تبان بالسهوله دي؟ التمركز بتاع بلينجهام. الراجل ده ايه اللي بيجيبه في المكان ده؟ او اشمعنى الراجل ده اللي كل مره في المكان المثالي؟ اشمعنى الراجل ده اللي كل مره بيبقى موجود في الثانيه في اللحظه المناسبه عشان يجيب الكوره والجون فاضي؟ لو ركزت فيها وحسبتها وبعدت عن البوم طخ والاوف اح والكلام ده، هتلاقي انه ده ذكاء من بلينجهام. شابوه بلينجهام على فكره. ممكن اجيب شويه مقارنات شقيه من ماتش النهارده، احط كام صوره لبدري وهو بيتمسح بيه البلاط وهو بيطرد والحاجات دي، بس انا مش هعمل كده. انا مش هعمل كده. فينيسيوس. فينيسيوس في ماتش زي النهارده انا كنت ممكن اطلع اقول عنه اشعار. فينيسيوس النهارده كان عبقري. كان فينيسيوس اللي هو لما بيقرر يبقى فينيسيوس، بيقرر يلعب كوره، لما بيقرر يعمل تاثير، لما بيقرر انا هبقى رقم واحد. فينيسيوس بيقرر يعمل كده، هو بدون مقارنه هو اهم وينج في العالم وبفرق اميال عن اي حد بعده. انا مش عارف ليه فينيسيوس ما بيعملش كده على طول، ومش عارف ليه مصمم انه ما يقفلهاش حلو. يعني مش عارف ليه مصمم انه في ماتش زي ده وانت كسبان وانت برضه مصمم تقفلها بشكل بشع، برضه مصمم تخلي ان الصوره الذهنيه اللي اي مشجع هياخدها او اللي اي حد هياخدها انه اللقطه الوحشه. يعني انا مش هفتكر لك كل اللي عملته في الماتش، بس هفتكر لك اللقطه اللي طلعت بيها. انا فاهم ان انت شايف انه انا احسن واحد في الملعب وانا معاك، ولكن تشابي عنده حسابات تانية. تشابي بيفكر انه انا لما هسحب مين وهنزل مين علشان يعمل ايه. هو فكر انه في الثلث ساعه اللي باقيه دي برشلونه هيبقى عايز يهاجم، فهيبقى عندي ورا مساحات شاسعه، فمين اسرع واحد عندي، مين الفينشر الاهم، مين الاجمل. وطبعا مع اعترافي بان فينيسيوس كان اهم من، مش عايز اقول اهم من مبابي، ولكن انه كان مستواه افضل من مبابي النهارده، وكان فايق عنه، وكان قادر انه يصنع فرص لعب وخطوره اكبر. ولكن مبابي هو الفينشر الافضل كده كده. فينيسيوس انت عندك مشكله في الفينش، انت عندك مشكله في اللمسه الاخيره. ففي وقت زي اخر ثلث ساعه دي التفكير بتاع تشابي انه انا عايز لما اوصل عايز اللي يخلص، فبالتالي انا فضلت مبابي فاسحبك. الناس اللي مكانك ده مش لعيب قليل، فليه مصمم انك تقفلها قفله وحشه؟ توصل لي كمشجع انه انا هفضل اعمل مشاكل. انا كل ما بقول انه ده فينيسيوس ابتدى يعقل الولد خلاص بقى مش عارف ايه، بترجع تقول لا ده عيل صغير يا جماعه، ده عيل صغير وهتفضل تعمل مشاكل وهتفضل تخلي الناس تتضايق منك وهتفضل تخلي الناس تكرهك وهتفضل. وانا كمشجع بقعد ادافع عنك وبقعد اقول انه ما ينفعش العنصريه بتتعرض لها، ما ينفعش مش عارف- ما ينفعش. مش هفضل ادافع عنك دايما، فاهمني؟ هتوصل لمرحله معايا انه لا خلاص فكك يا اسطى وتريحني واريحك وخلاص بقى. انه حتى لو انت اهم وينج في العالم، بس أنا عندي استعداد استغنى عنك عشان هتريحني شويه، عشان هصدع. وده بالمناسبه مش تفكيري بس كجمهور، تفكير تشابي نفسه، تفكير اي مدرب هيبقى كده. انه في حد عندي مؤثر جدا بس بيعمل مشاكل، فكده كده المشاكل هتكسب اي حاجه تانية. ف نصيحتي لفينيسيوس عشان هو بيتفرج على الفيديو ده اكيد، اهدى. يعني حاول تهدى، حاول تطلع الحته بتاعت البرازيليين دي من عندك يا اسطى. يعني لو عملت ده والله العظيم هتفرق معاك فشخ. يعني انت هتبقى بني ادم تاني عموما، هتاخد البالون دور، يعني ابسط حاجه. وده ياخدنا للكلام عن برازيلي من نوع اخر. برازيلي هو ما اتولدش في البرازيل وما عاش في البرازيل وما راحش البرازيل طول حياته تقريبا، ولكن هو ما فيش فرصه ما بيثبتش فيها ان هو عنده
العقليه البرازيليه دي اكتر من لعيبه اتولدوا وعاشوا في البرازيل. هو كابتن لامين يامال. كابتن لامين يامال هو نص مغربي ونص اسباني ونص كونجو، يعني قصه كده مع بعض. ولكن هو بجد دماغه مش في اي حاجه في الثلاثه دول. هو دماغه دماغ عيل. هو عيل فعلا، عيل صغير، ما نضجش ومش هينضج ومش عايز ينضج. كابتن لامين بعيد عن المشاكل والقصص والحوارات ونيكي نيكول والدنيا دي كلها، بعيدا عن الضغوطات اللي عليه، وان جمهور برشلونه نفسه بقاله فتره بيهاجمه بسبب مستواه اللي زي الزفت وبسبب الاصابات المتكرره وبسبب القصه بتاعته مع نيكي نيكول والكلام ده. هو ما اكتفاش بكل الضغوط اللي عليه دي، فقرر انه لا، دي مش كفايه، انا هحط ضغوط تانية على نفسي. قرر انه يطلع يهاجم ريال مدريد ويقول التصريحات العبيطه اللي كلنا شفناها. عايز اقول لك كذا حاجه. اول حاجه، لعيبه ريال مدريد نفسهم بيستمتعوا بنوعيه التصريحات دي. انا فاكر كارفخال ومودريتش وكذا لاعب طلعوا قالوا بعد فاينل باريس اللي كسبنا فيه ليفربول انه لما شافوا التويت بتاعت صلاح، هم بينهم وبين بعض في اوضه اللبس قعدوا يضحكوا واتبسطوا، انه هم عارفين انه دي نوعيه التصريحات اللي بتستفزهم او بتطلع حته جواهم كده، اللي هو ماشي تعال نشوف. فكابتن لامين سلم نفسه بنفسه. يعني انت دلوقتي مش محتاج تحط نفسك في نوعيه الضغوط دي مع لعيبه زي لعيبه ريال مدريد، لان هم اوريدي متمرسين في ده وعارفين بيعملوا ده ازاي. فليه تحط على نفسك الضغط الزياده ده؟ انت مش محتاج تعمل ده. فونس ان انت عملت ده، انت الضغط بعد ما كان عليهم وبعد ما كانوا هم مطالبين يكسبوا ومضطرين يكسبوا علشان ما نكررش اللي حصل السنه اللي فاتت، وعشان انه لا بقى تعالى لعبنا اللعبه بتاعتك. ده خلى لاعب زي كاريرس يعمل اداء عالي جدا، يعمل مستوى. هو نازل الملعب عارف تعالى انت بتاعي النهارده، انا هعرف اتعامل معاك ازاي، هعرف احجمك، هعرف اطلعك بره الماتش ازاي. زي كود فينيسيوس مثلا، هو بيشوط الكوره دي في وشه، الحاجات اللي بتعجب الجمهور دي. آه هو خلاص، انا استلمتك، انت زي الزفت ومستواك وحش وراجع من اصابه وبدنيا مش شايل نفسك، فتعالى بقى انا هكمل عليك خالص، انا هقضي عليك خالص. بالنسبه لامين برضه انا ممكن اقول شويه الجوكس اللي هي ما بتضحكش حد دي. زي مثلا انه لامين لو كان لاعب النهارده كان فرق. كاريوس لما وصل البيت وهو بيطلع ميداليه المفاتيح لقى لامين في جيبه. الحاجات الشقيه دي بتموتني. بس انا مش هعمل كده. نصيحتي للامين بما ان انا عارفه ان هو من اهم متابعين البرنامج. آه، بس تركز في الكوره، يعني حاول تركز في الكوره، حاول تطلع برضو الحته بتاعت المينتاليتي اللي مش تمام دي من دماغك. حاول تسيب البت نيكي نيكول دي عشان اخرتكم مش حلوه يعني. حاول تلعب كوره عشان انت لعيب كوره، حاول تلعب كوره في الملعب، ما تلعبش بره الملعب. لانه تاني بمنتهى الامانه، انت لو فضلت كده انت بجد مش هتكمل كتير في الملعب. يعني نيمار لمجرد ان هو كان بيروح عيد ميلاد اخته كل سنه، ما كملش في الكوره وما وصلش لاي حاجه من اللي الناس توقعت ان هو يوصل لها، وما حققش البالون دور. وهيخلص وهو كان لاعب حلو بس. فانت يا ابني بالمعدل اللي انت ماشي بيه ده، انت مش هتوصل حتى لمرحله انك يتقال عليك كان لاعب حلو. انت بالمستوى ده هتحصل انسو فاتي بقى، وهيبقى مستواك بقى برايتون وبنفيكا والفرق دي. فالحق نفسك او ما تلحقش. انا راضي، انا مبسوط. انا عن نفسي لو انت مستواك سيء فانا اتمنى لك بكل تاكيد الاسوأ. فانا اتمنى لك انك تعتذر على بعد بكره. فانا اتمنى لك انك ما تكملش، حتى لو بقول الحاجه من منطلق انه انت موهبه وبوتنشال في الكوره، وانه انت حاجه ممكن تبقى اسطوره. ولكن انت بالمنظر ده مش هتكمل. انا واحد مدريدي بس بحب ميسي، ما اقدرش ما احبش ميسي. واهم من ان انا بحب ميسي، انا بحترم ميسي. انا ميسي عمره ما طلع قلل مني، ميسي عمره ما طلع اتريق عليا. ميسي جزء من انه كان اوقات كتير بيزعلنا في الكلاسيكو ان هو بيحترمنا. هو لولا ان هو بيحترمك، ولولا ان هو نازل مركز قوي، ولولا ان هو نازل عارف انه بيلاعب خصم بمواصفات معينه، وانه لو عمل حاجه في الماتش ده هي التاريخ هيفضل يفتكرها وجمهوره هيفضل بيحتفل بيها، فهو كان بيعمل اللي بيعمله ده عشان كده. لكن انت بالمستوى ده انت ولا عمرك هتوصل لميسي، ولا عمرك هتتقارن بميسي، ولا عمرك هتوصل لاي حاجه في العالم. انت دلوقتي بتتعامل انك افضل لاعب في العالم، وانت ما حصلتش اي حاجه، انت ما وصلتش لده.
انت مش افضل لاعب في العالم. الحقيقه الاهم من كل ده هو سؤال متساؤل بيطرح نفسه، هو احنا لامتى هنضيع من ايدينا سكورات كبيره جدا 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 قدام برشلونه؟ مع اقسم بالله برشلونه النهارده فريق محظوظ جدا جدا جدا. برشلونه النهارده اقل واجب يطلع 6 7 مستريح. برشلونه النهارده كان ممكن يطلع بفضيحه عادي جدا، بس انا مش عارف ليه احنا بنضيع ده من ايدينا، او مش عارف يعني. انا ممكن ابقى عارف جزء من السبب، بس مش متخيل انه للدرجه دي، انه ماتش كان ممكن يخلص 5 6 7 8، قول زي ما انت عايز تقول، بيخلص 2-1. ده في منه جزء بسبب الفوتبول هيريتج، او الارث الكروي. فاكرين المؤتمر المشهور بتاع مورينيو ده؟ انا بشوف ان مورينيو اوضح حاجه في الموضوع ده. احنا قبل مورينيو كنا بنتغلب من برشلونه، و... وجات علينا فتره احنا بنتغلب بس من برشلونه، ما بنعرفش نكسب، مش عارفين نعدي المرحله دي، لغايه ما جه مورينيو وغير حاجه في الفريق، غير جزء من عقليه الفريق، غير فكره انه انا ممكن اكسب برشلونه عادي. يعني انا بشوف انه ده جزء مهم جدا 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 من الدي ان ايه الجديد اللي بيبنيه تشابي الونسو. تشابي الونسو محتاج انه وهو بيحط الدي ان ايه الجديد بتاع الفرقه، وهو بيأسس فرقته اللي هتكمل، انه يتعلم من جوزيه مورينيو، انه يتعلم انه يدخل صفات جديده في الفريق، انه يتعلم انه يعلم الفريق ازاي يبقى طماع. انا بحب نوعيه المدربين اللي زي فليك، اللي زي خالد الذكر بيتسو موسيماني، اللي زي مانويل جوزيه، المدربين الثديين. المدرب اللي انا شايف خصمي النهارده في حاله مش كويسه، هدوس عليه وهذله وهعمل فيه اللي ما يتعملش، انا هخلص عليه النهارده. انا خصمي النهارده مش شايف حلو، هعميه، مش هخليه يقف. ومع ذلك بحترم الخصم جدا بره الملعب. بره الملعب يقعد يتكلم احنا بنلعب فريق كبير، والفريق ده احنا مش هنقدر نواجهه، وينزل الملعب. انا عايز ده، انا عايز انه تشابي يدي الفريق جزء من الشخصيه وجزء من البرسونا بتاعت انا قدامي خصم بيفرفر، مش هرحمه، هدوس عليه. ما ينفعش ابقى انا فريق لما اتغلب بسكور عادي، ولما اكسب 2-1. ماتش النهارده ده كان ممكن بعد 100 سنه و200 سنه يجوا احفادنا ان شاء الله يقولوا اصل بيريز نزل بالدبابات الملعب وعشان كده الماتش خلص بالسكور ده. اخيرا ماتش النهارده هو ممكن يكون ماتش في الدوري ب3 بونت عادي جدا، ولكن انا شايف ان هو لا، هو اكبر من كده بكتير قوي قوي قوي. انه بيحقق لك مكاسب على مستويات كتير جدا. بيحقق لك مكسب انه انت بتكسب برشلونة بعد اللي حصل السنة اللي فاتت، فانت بترتاح شوية. بيدي نفس لتشابي الونسو، بيدي نفس للفريق، بيدي نفس لبيريز، بيدي ثقة اكتر في المشروع، بيدي نفس للجمهور. الجمهور اللي متوتر ومضغوط وشايف انه احنا ماشيين غلط ولا، وانه تشابي كان اختيار غلط، لا. فالمكسب ده بيطمنك، بيريحك، بيديك ريليف كده شوية، انه ماشي يا جماعة احنا ممكن نبقى فعلا على الطريق الصح. اتمنى انه دي تكون البدايه اللي نبني عليها. اتمنى انه ان شاء الله دي تكون بدايه حلوه. اتمنى ان دي تكون كانت حلقه اولى حلوه جدا من ميري وملكي. انا اتبسطت بماتش النهارده، وان شاء الله الماتشات الجايه هنتبسط فيها اكتر واكتر. اخر حاجه عندي تساؤل مهم جدا، وهو كان ايه اللي هيحصل لو مبابي ما اتمرنش التمرينه بتاعه الرجل بتاعه يوم الجمعه اللي فات؟ الإجابة إنه كنا هنبقى 2-0 في أول تلت ساعة، وغالبا الماتش ده كان هيخلص 6 أو 7. أنا بقالي دلوقتي أكتر من 18 سنة مثلا بشجع كورة. حاسس إن أنا شفت حاجات كتير جدا في الكورة، حاسس إن أنا شفت حاجات كتير مختلفة، بس أنا أول مرة في حياتي أشوف أوفسايد بالشراب. فلو انتوا شفتوا حاجه اغرب من كده يا ريت تقولوا لي في الكومنتس، ويا ريت تقولوا لي لو الحلقه الاولى من ميري وملكي عجبتكم. هستنى رايكم في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس، وتستنونا في حلقات جايه من ميري وملكي. وسلام.